طيب والله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأيا والمسهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 209 مواطن بفيروس كورونا. دور المقدر للسدود والحفائر في التنمية المروية بالإقليم الأوسط. بساتين تقوم بها تسهم في خلق فرص العمل. قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي. استقالة وزيرتين يضع مصير الحكومة الإيطالية في المجهول. وأزمة الجوع تضرب مدغشقر بعد سنوات من الجفاف. مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة 209 مواطن بفيروس كورونا اليوم 14 من يناير في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الأوسط والقاش بركة والجنوبي. وظهرت الإصابات 41 في الإقليم الأوسط، منهم 36 في مراكز العزل و5 في أقسام استقبال المرضى في أسمرة. وفي إقليم القاش بركة ظهرت 32 إصابة في مركز العزل في شامبوكو. وفي الإقليم الجنوبي ظهرت 136 إصابة بفيروس كورونا، منها 78 في مركز العزل في صنعافة، و14 في عبل، و13 في ميدمة، و12 في عدقيح، و7 في ميمنة، و5 في الدخالة، و4 في انداقرقيس، و2 في مندفرة، و1 في الدخوطيو. في غضون ذلك شفي 80 مصاب بكورونا، 78 منهم من الإقليم الأوسط و2 من إقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1805 إصابة، شفي منها 1014 ووفاة 6 مصاب، ولا يزال 785 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من يناير 2021. تساهم وسدود الحفائر المشيدة في الإقليم الأوسط بدور كبير لضمان توفر مياه الشرب والسقي والتنمية المروية في الإقليم. ووضح مسؤول قسم البنى التحتية الزراعية المهندس أبراهام دانييل وجود 83 خزان وحفير لتجميع المياه تنمي مساحة أكثر من 2000 هكتار. وقد تم في الخريف الماضي حجز 70 مليون متر مكعب من المياه. وذكر المهندس أبراهام دانييل بناء 4 سدود جديدة العام الماضي في مديريات قالا نفحي وبريخ وسرجغة بأكثر من 16 مليون نقفة، ويتم تشييد سد في قلعي بكلفة أكثر من 2,700,000 نقفة. وأوضح أعضاء القسم المهندس بنيام هايلي والمهندس حورية مانييل أن التنمية الزراعية المروية الجارية في السدود والحفائر تعمل لسد احتياجات السوق واستقرار الأسعار، داعين للقيام بأنشطة نفير لحمايتها من الطمي. كما أشار مدراء الضاحية وسكان قلعي في مديرية قالا نفحي وقريتات في مديرية سرجغة إلى تمكنهم من الزراعة 3 مواسم في السنة بفضل بناء الحكومة لهذه السدود والحفائر، مشيرين إلى أنهم سيعملون لحمايتها من الطمي. أفاد رئيس جمعية منتجي الخضر والفاكهة في شامبوكو وضواحيها في مديرية عالي القاش السيد ألم قبلو إلى أن بساتين المنطقة تسهم في خلق فرص العمل وسد احتياجات السوق. وقال إن تطور البساتين أدى لتقديم المنتجات بأسعار مناسبة لأسواق المديرية والأسواق الأخرى، كما أسهمت في خلق فرص العمل. وطلب المزارعون الحصول على احتياجاتهم المختلفة بأسعار مناسبة للدفع بالإنتاج الزراعي.
كما ذكرت النساء الراعيات للأسر والعاملات في البساتين أن فرص العمل التي حصلن عليها حسنت من حياتهن واكتسبن الخبرة الزراعية. ويعمل معظم سكان توكومبيا الواقع على نهر القاش في البسنة والزراعة بصفة عامة. وجه أعيان مديرية حقات الدعوة لمواصلة التشجير في دور العبادة والمدارس والمؤسسات الحكومية والمنازل. وهب الأعيان بوجوب الدفع والتشجيع التشجير في هذه المرافق لنتائجها الجيدة في إطار جهود مكافحة التصحر وإعادة الغطاء النباتي إلى سابق عهده. كما أشاروا إلى أن الأشجار لها الكثير من الفوائد للظلال والزينة إلى جانب مساهمتها في استقرار البيئة ومكافحة التغير المناخي، مشيرين إلى أن النتائج ستكون أكبر إذا جرت عملية التشجير من خلال التنافس. وأوضح مسؤول وزارة الزراعة في مديرية حقات السيد إيوب تسفاي بتقديم الآلاف من شتول الأشجار في السنوات الماضية للسكان والمؤسسات ودور العبادة والمدارس مجانا حيث نما جلها. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم ننبع على الصعيد العالمي. عالميا قالت الأمم المتحدة في بيان إن 3 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها قتلوا وأصيب 6 في وسط مالي بعد انفجار عبوة ناسفة في قافلة بعد تعرضها لإطلاق نار. ولم يتضح من نفذ الهجوم الذي وقع على بعد حوالي 20 كيلومتر شمالي بلدة بامبارا ماوديه بمنطقة تمبكتو، حيث تنشط جماعات متطرفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع في مالي أن جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج. وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وعددهم أكثر من 13 ألف جندي بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد. بات مصير الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي مهددا بعد استقالة وزيرتين تنتميان إلى حزب إيطاليا فيفا الصغير الذي يتدعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي. ولم يعد الائتلاف الحاكم واثقا بأنه يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ بعد هذه الاستقالة. وأعلن زعيم هذا الحزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي في مؤتمر صحفي استقالة وزيرتين تمثلان حزبه. ومن دون أعضاء مجلس الشيوخ 17 الذين يمثلون إيطاليا فيفا يحتاج كونتي إلى داعمين جدد في المجلس، في حين أن غالبيته في مجلس النواب كافية إلى حد بعيد. ويأخذ رينزي على كونتي تفرده في إدارة أزمة وباء كوفيد-19 وخطته لإنفاق أكثر من 200 مليار يورو سيمنحها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في إطار خطتها الضخمة للنهوض. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن أمله ألا تسفر الأزمة الحالية داخل حزب الائتلاف الحاكم عن استقالة حكومته. قال برنامج حزب الغذاء العالمي أن مدغشقر تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقد من الزمان، تأتي نتيجة ل3 سنوات متتالية من الجفاف وكذلك الركود العميق الناجم عن جائحة كوفيد-19. وأشار جان لوك سيبلو منسق الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة في مدغشقر أن محصول العام 2020 كان الأسوأ منذ 5 سنوات. وتحاول الوكالة تقديم يد المساعدة من خلال تسليم طرود غذائية للقرويين في جنوب الجزيرة، حيث ارتفعت معدلات سوء التغذية في المنطقة، كما زادت جائحة كورونا من المصاعب مما تسبب في جفاف العمالة الموسمية. ويدعم برنامج الأغذية العالمي حاليا 500 ألف شخص بدون إمدادات غذائية في المناطق الجنوبية 9 في مدغشقر.
وفي النوع الأخير اكتشف علماء آثار ما يمكن وصفه بأنه أقدم لوحة كهف معروفة في العالم، وتمثل رسمة بالحجر الطبيعي لخنزير بري يعود تاريخها إلى ما قبل 45,500 سنة، وعثر عليها في أحد كهوف إندونيسيا. ويوفر هذا الاكتشاف أقرب دليل على الاستيطان البشري في المنطقة. ويقع الكهف في واد بعيد محاط بمنحدرات صخرية من الحجر الجيري، على بعد حوالي ساعة سيرا على الأقدام من أقرب طريق، ولا يمكن الوصول إليه إلا خلال موسم الجفاف بسبب الفيضانات خلال موسم الأمطار. يمثل هذا الموقع الآن أقدم دليل على البشر في والاسيا، ولكن من المأمول أن تساعد المزيد من الأبحاث في إظهار أن الناس كانوا في المنطقة قبل ذلك بكثير، مما سيحل لغز الاستيطان في أستراليا. ويعتقد الفريق أن العمل الفني قد صنعه الإنسان العاقل على عكس الأنواع البشرية المنقرضة الآن. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.